أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. عاجل افتتاح مركز للصحة النفسية بكنيسة الشهيدة دميانة بشبرا الخيمة. افتتح اليوم مركز الصحة النفسية بكنيسة الشهيدة دميانة بشبرا الخيمة برعاية الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، وبمشاركة عدد من الأطباء والمتخصصين في مجالات العلاج النفسي والصحة العقلية. ويأتي افتتاح المركز ضمن مخرجات بروتوكول التعاون بين الكنيسة المصرية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي، بهدف نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية وتقديم الدعم المتكامل للأفراد والأسر في إطار رؤية شاملة تربط بين العلم والإيمان والإنسانية. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الافتتاح أن المرض النفسي لا يعد نقصا في الإيمان ولا عقابة من الله، بل هو تحدي إنساني يحتاج إلى دعم وتفهم وعلاج. وأضافت مكرم أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الوطنية لتصحيح المفاهيم المخلوطة حول الصحة النفسية ودمج الجانب الروحي مع الرعاية العلمية لتقديم نموذج مصري رائد في دعم الصحة النفسية من منظور إنساني شامل. ومن جانبه أشاد الأنبا مرقس بأهمية التعاون بين الكنيسة والمؤسسات الأهلية في دعم الإنسان ككل روحا وجسدا ونفسا، مؤكدا أن الكنيسة تولي اهتماما كبيرا بكل ما يخص كرامة الإنسان وصحته النفسية. وأوضح القائمون على المركز أن الخدمات ستشمل جلسات علاجية واستشارات نفسية إلى جانب ندوات وورش توعية تستهدف جميع الفئات العمرية بالتعاون مع نخبة من الأطباء والمعالجين نفسيا، حيث يهدف مركز الشهيدة دميانة إلى كسر الوصمة المجتمعية المرتبطة بالأمراض النفسية وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة في بيئة آمنة وداعمة. وتعد المبادرة نموذجا يجسد التكامل بين المؤسسات الدينية والمجتمع المدني في تقديم رعاية شاملة تعزز الوعي وتدعم الصحة النفسية كأحد أركان الحياة الكريمة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.